من أجل بناء شخصية قوية اسمع مني الكلمتين دول. أول حاجة لما تيجي تتكلم مع حد وخصوصا لما تكون أول مرة تتعامل معاه، خلي عينك في عينه بنظرة قوية، لا هي اللي فيها حدة قرب ولا هي اللي فيها نعومة، نظرة وسطية وانت عينك في عينه. دي أول حاجة. تاني حاجة وانت بتتعامل مع الآخرين كن كريما، خليك كريم. الرجل الكريم أو الشخص الكريم عموما والشخص الجواد عموما شخص كل الناس بتحبه وكل الناس بتهيبه وكل الناس بتحب التعامل معاه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من صفاته كان يكرم الضيوف، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فالكرم حتى من صفات الأنبياء ومن صفات العرب ومن شيم الأتقياء أنهم يتصفون بأنهم أهل كرم. تالت حاجة وحاجة مهمة جدا، اوعى تستهون بحد، اوعى تستهون بعقلية حد. الإنسان اللي بيستهون بعقلية الآخرين إنسان مغرور، والإنسان المغرور دايما بيقع، ولما يقع وقعته بتبقى قوية لأن هو دايما بيبقى شايف نفسه أحسن من اللي حواليه. اوعى تستهون بعقلية حد. زي ما انت بتفهم الناس كلها بتفهم، زي ما انت عندك عقل وربنا سبحانه وتعالى ميزك بالعقل، ناس كتير جدا عندهم عقل وربنا سبحانه وتعالى ميزهم بالعقل وبالذكاء، وممكن يا صديقي يكون كمان أذكى منك. فاوعى تستهون بعقلية حد. لما تحط كل واحد في مكانه الصحيح هتلاقي نفسك دايما ماشي صحيح، وهتلاقي الناس بتحبك وهتلاقي الناس هيباك حبه مع هيبة. رابع حاجة، اوعى في يوم من الأيام تقع في جريمة الكذب. وأنا يعني أعي ما أقول وأنا بقول في جريمة الكذب. خلي بالك إن دايما الصادقين مع النبيين والصديقين، ودايما زي ما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه سيدنا أبو سعيد الخدري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق، وفي رواية: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. في النهاية يا صديقي البر الصدق نهايته الجنة، أما الكذب يهدي إلى الفجور، وآخر الكذب وآخر الفجور النار. تاني حاجة، الحاجة المهمة جدا إن دايما الكذاب إنسان ضعيف، ما عندوش شخصية، ما عندوش إرادة، ما عندوش عزيمة، هو إنسان أصلا ضعيف. أنت بتكذب على حد إذا أنت أضعف من الشخص ده. أنت بتكذب على حد وانت متأكد ان انت كذاب، اعرف دايما ان انت صاحب شخصية ضعيفة جدا. أيكون المؤمن كذابا؟ لما قيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا يحق أبدا للمؤمن أن يكون كذابا. فلذلك القصة الجميلة جدا بتاع الغلام اللي أراد السفر فأمه قالت له: عاهدني يا بني ألا تكذب أبدا، خلي في بيننا يا ابني معاهدة إن أنت ما تكذبش أبدا مهما كانت العواقب. فقال: أعاهدك يا أماه. فأثناء الطريق وهو مسافر في الطريق بعد كده طلع اللصوص على القافلة، كل واحد قال معيش فلوس، سرقوه، إلا هو لما جاب عنده معاه كام؟ قال: معي 40 درهما. اللصوص سابوه، قالوا ده باين عليه مجنون أو عايز يعطلنا. لما راحوا الكبير اللصوص: خليتوا معاهم فلوس؟ قالوا له: لا، إلا واحد بس قال معي 40 درهما. قلنا أكيد إن هو كذاب أو أكيد إن هو عايز يعطلنا عن إن إحنا نسرق القافلة. قال: إذن كبير اللصوص، قال: إذن ائتني به. فلما جاء الكبير اللصوص قال له: يا غلام هل معك من النقود شيء؟ قال: معي 40 درهما. قال: إن كنت صادقا أخرجهم، لو أنت صادق طلع 40 درهم. فلما طلع 40 درهم قال له: ما الذي حملك على هذا؟ طيب أنت عارف إن إحنا هنسرق، ليه بتقول أنا معي 40 درهم؟ قال: لأنني عاهدت أمي ألا أكذب أبدا. ده حصل معاهدة بينه وبين أمي إن أنا ما أكذبش خالص. قال له: أتخاف من أمك ونحن لا نخاف من الله سبحانه وتعالى؟ أسلم، تاب،
التاب كبير اللصوص في التوي واللحظة. فدايما خليك صادق واوعى تكذب أبدا من أجل بناء شخصية قوية. من الحاجات اللي بتخلي الإنسان قوي، عود نفسك على كلمة لأ للحاجة اللي أنت أصلا مش حاببها. طالما الحاجة أنت مش حاببها، تمام، طالما الحاجة أنت مش مقتنع من جواك بيها، طالما الحاجة أنت أصلا مش حاببها ومش مقتنع بيها، ما تتكسفش وتقول حاضر. طالما الحاجة أنت مش حاببها يبقى تدرب نفسك على كلمة لأ، وتقول كلمة لأ بقوة. لأ، طالما الحاجة أنت مش حاببها ما تعملهاش. من الحاجات أيضا اللي بتخلي الشخصية قوية ومحبوبة فن الإصغاء. لما حد يجي يتكلم في مجلس أو في مكان أو جاي يتكلم معاك، كن حسنى، تصف بحسن الإصغاء. اسكت لحد ما يخلص كلام خالص، ولحد ما يخلص اللي هو عايز يقوله، وبعد ما هو يخلص كلامه ورد على اللي انت عايز ترد عليه. انما يبقاش هو بيتكلم وانت بتقاطع، ما تبقاش متسرع في الكلام، ما يبقاش دايما انت عندك مرض الكلام، لا، خلي عندك فن الإصغاء. من الحاجات ايضا عدم الثرثره. من الامور اللي بتخلي الانسان يعيش بشخصيه قويه عدم الثرثره. ما يبقاش كلامه كتير، لان اللي كلامه كتير بيبقى فعله مفيش، واللي كلامه كتير الناس بتقول عليه ان هو رغاي. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. طالما الكلام ملوش لازمه يبقى عدم الكلام افضل، لان باختصار خلي اللي جواك اكتر من اللي طالع منك. لو العتاب بيحل قضيه ما كانش سيدنا يوسف أسرها في نفسه ولم يبدها لهم، وأثرها يوسف في نفسه. فلذلك الإنسان دائما اللي كتير الكلام الناس بتاخد عنه فكرة مش حلوة. كان معكم الداعية أحمد محمود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.